أصدرت محكمة تونسية على أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي ليلى الطرابلسي حكما غيابيا بتهمة استغلال النفوذ بالسجن لمدة 6 سنوات. وأفادت إذاعة موازيك أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت المحكمة حكما غيابيا يقضي بسجن ليلى الطرابلسي بتهمة الحصول على منافع مالية من خلال التدخل لتمويل مشروع تجاري بقرض بنكي دون ضمانات وفق القانون المعمول به، ليصبح بذلك مجمل الأحكام السجن لأرملة الرئيس الراحل بالمحاكم التونسية إلى 60 عام، حيث سبق وحكم عليها في قضايا متنوعة تتعلق بغسيل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة وعقارات تابعة للدولة بمجموعة أحكام قدرت بنحو 54 عام.